من أسوأ الأشياء التي تدل على أزمة الضمير استغلال النفوذ. استغلال النفوذ. نحن الواحد كان عسكري ساكت، تلقى في أي محل يطلع بطاقته يقول لك أنا عسكري في أي محلة. قامت قبل كده شكله في حفلة 5 طلعوا بطاقات، واحد بتاع مطافي، واحد في الأمن والمخابرات، 2 في المباحث، واحد في الشرطة ولا في الجيش. أي زول يطلع بطاقته. استغلال النفوذ وتفشي المحسوبية وتفشي الوساطات. بالله في زول يقدر يشتغل في البلد بدون واسطة؟ معلش ندلع شوية، ما اسمها واسطة، اسمها شفاعة. اسم الدلع شفاعة. زول يقدر يشتغل في البلد بدون شفاعة؟ أليس من حق كل خريج وحق كل إنسان عنده كفاءة يتقدم ويكون التقديم والتأخير وفق المؤهلات والمقدرات والكفاءة دون النظر من أي جهة أتى ومن الذي زكاه وقدمه؟ استغلال النفوذ. وهذه مشكلة كبيرة، ولكن سأحكي لكم قصة في غاية البساطة من حيث الشكل، في غاية العظمة من حيث المضمون. أبو القاسم حماس ابن مروان ابن سماك الهمذاني رحمه الله كان قاضيا في القيروان. أبو القاسم حماس ابن مروان ابن سماك الهمذاني، وهو من تلاميذ سحنون ابن سعيد المالكي تلميذ الإمام مالك رحمه الله مباشرة. بينه وبين الإمام مالك سحنون. كان قاضيا في القيروان. اختلف رجلان من الجيران. جار من الجيران بعد البيت قدم أمتار وعمل دكان. الدكان خارج إلى الشارع. جاره قال له يا أخي بابي جنب الدكان، نسواننا ما بيقدر يطلعوا ويدخلوا، لا يستطيع الدخول والخروج، وهذه عورات، ثم أنت ضيقت على المسلمين طريقهم. فقال له نحتكم إلى القاضي حماس ابن مروان ابن السماك الهمذاني. وذهبا في الطريق فلقيا رجل عائد من موضع مورد الماء يحمل قلة ماء فوق رأسه وجاي. وقفوا قالوا له لو سمحت نريد منزل القاضي أبو القاسم الهمذاني. قال وماذا تريدان منه؟ قالوا عندنا مشكلة فأردنا أن نحتكم إليه وسنرضى بقضائه، ما دورنا نمشي المحكمة. قال قولا ثالثكما القاضي. واقفين الاثنين وقفوا، قالوا لنا الثالث القاضي، قولوا دارين شنو؟ الرجل جعل يحكي. أنزل القلة من فوق رأسه ووضعها فوق قدمه وصار يسمع. قالوا لا نستطيع أن نحكي، ضع القلة على الأرض لتسمع لنا. قال القلة كبيرة والأرض أرض مسلمين ولا أحب أن أضيق عليهم الطريق. فقال له الرجل لقد قضيت ولم تتكلم. الفتوى جات وصلت، الموضوع انتهى. قال لي لم تحكي. قال سأهدم الدكان. قال له دكان شنو؟ قال له أتينا لنتكلم عن هل ضيقت الطريق أم لم أضيقه. أنت تحمل القلة فوق رأسك وتضعها فوق ركبتك حتى لا تضعها على الأرض فتضيق على المسلمين الطريق. لا تريد أن تفعل ذلك، وأنا عملت دكان في الشارع. نحن هنا مش دكان، العرس بيعملوا في الشارع. رأيك شنو؟ عرس راسه عديل، تيجي ماشي بالشارع تلقى الشارع مقفول يقول لك في عرس الليلة، تمشي بالشارع اللي بعده صيوان عديل راسه عديل في الشارع ده يخط لك، لا بيستأذن نزول ولا بيجيبوا خبر دور.
وربما عرف الناس جرى على ذلك ولا بأس طالما الناس متراضين وكل زول بدق صيوانه ما في بأس الناس يدقوا صيوانه. لكن استغلال النفوذ لا يليق بمسلم أبدا.
طبعا هنا زي ما نحن قاعدين يعني هو في بيت الإيجار والحمد لله. هنا البوتاجاز ده بفرم، لكن الفرم ما فيه العيون التحت تعين الماسورة تحت بتاعت اللي بتوزع النار دي ما في خالص، بس فوق لكن نحاول نسوي بيها حاجة. هنا عملنا اللحمة، خلينا الموية نشفت وعملنا البهارات وطلعت إن شاء الله يعني مويتها فيها، ما شلنا منها شوربة ولا أي حاجة. وزي ما قلت لكم ما عندنا خلاط، ما عندنا احنا يعني ما قاعدين ما مستقرين. حتى في حاجات كتيرة احنا اشتريناها ما معروف نمشي وين نقعد وين. ما معقول الزول بيشتري لي حاجات كتيرة ويمشي بها وين يقبل بها وين، يعني الترحال انت في عمرك ذاتها صعبة يعني انت تمشي. حتى ملابسك بتحاول تخفضها، يعني ما بتقدر يعني تلف العفاش حلة فرن حاجة زي دي. هاتوا الله المستعان، لكن اشترينا حاجات كتيرة لكن ما دارين كتير واقفين. هاتوا الحمد لله. نبدأ حملة الاستغفار وصلوا على رسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي الاستغفار يعني في كلمات كده يعني من ذهب يعني عجبتني شديد ودي أقولها لكم. حاول أن تستغفر كثيرا، حاول أن تستغفر كثيرا بيومك، ستجد يومك مختلفا جدا، حتى الأبواب المغلقة ستفتح. استغفر الله العظيم. وعندنا هنا يعني الضيق هنا ربنا يفرج عننا كل كرب ويفرج عننا همومنا يا رب. يا رب يسر أمرنا. في بيوت هنا برضو يعني عجبتني شديد. إذا ضاقت بك الدنيا فلا تقل يا رب عندي هم كبير، ولكن قل يا هم لي رب كبيرا. الحمد لله الحمد لله، ربنا يسر أمرنا. يديكم العافية لو وصلتوا معي لحد هنا. أنا بقول لكم ادعموني باللايك وبالكلام الحلو والكومنت الحلو، ويديكم العافية. بإذن الله نكبر مع بعض ووريكم برضو عندي بيت يعني هنا كلمات حلوة برضو عجباني. طبعا دي أنا بقولها يعني بإذن الله بإذن الله يعني بنكبر يعني. أنا بخش اليوتيوب مرات بلقى مشاهدات 0، مشاهدات 2 3، وبردد الكلمات يعني يعني بواسي بيها في روحي. بتقول شنو شنو بتقول يقيني بربي يمنحني أملا بأن كل شيء أتمناه سأحصل عليه ولو بعد حين. يعني شو أنا بتمنى الغنى دي تكبر بإذن الله بإذن الله. أملنا في ربنا كبير. إن شاء الله تكبر ونكبر سوا بإذن الله. وأملنا بأنه ربنا يعني نرجعنا زي أحوال السودان في الماضي وأحسن كمان شوية. والحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا رب يا رب زل عننا هذا البلاء والابتلاء الحمد لله. وهنا أنا بعد أخدتين الأكل زي ما شايفين اللحمة، وكان معايا الزبادي بسكر والمرارة ياهو النية بناكله زي ما قلت لكم نية ونجيضة بإذن الله بسويها معاكم في فيديو قادم بإذن الله. وهنا أنا غسلت معاكم العدة ورتبنا ونظفنا الحمد لله، وانتهى يومنا على خير. وبتمنى منكم التشجيع والاشتراك الما مشترك يعني بشاهد ساي بلقى مشاهدات وما في اشتراك. بتمنى يعني منكم يعني فضلا ولست أمرا يعني إنكم تشاهدوا وتشتركوا معي. نديكم العافية وإن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله. كده نحن انتهينا والحمد لله. لكن يعني أنا دايرة أخد رأيكم في الكلمات من ذهب دي، يعني حلوة شديد. لو عجبتكم ممكن نزيد فيها ونتكلم فيها أكتر. وعندي يعني برضو بعض الكلمات بتقول لا تفقد الأمل حتى لو وجدت نفسك في مكان ضيق تسير فيه الأمور كلها لغير صالحك. حتى في هذه الحالة لا تفقد الأمل، فقد يكون هذا المكان وهذا الوقت اللذان عانيت فيهما منطلقا لخلاص جديد ونجاح جديد وبتوفيق باهر بإذن الله.
بإذن الله. بإذن الله ثقتنا في ربنا كبيرة في أمورنا كلها بإذن الله، أمور بلادنا وعبادنا إن شاء الله. في أمور البلاد والعباد بإذن الله ربنا يصلح حال بلادنا وحال عبادنا يعني بإذن الله، وتيسر أمرنا بإذن الله. يديكم العافية وفي لقاء مرة تانية. والحمد لله كده انتهينا منظفنا معاكم يعني ورتبنا وقطعنا اللحمة دخلناها ووزعناها وسوينا شاي والجبنة، لكن يعني سخنا شوية معلش ما صورناها معاكم. يديكم العافية وفي لقاء جديد بإذن الله بمنة الله. مع السلامة.